ستلوهم يلا لسه عايش. الحمد لله كله تمام. فين؟ سلام عبد الله. انا مصطفى. صح رجاله كده شويه طول يلا انت استنى بس عاشور. يلا يلا صالح شور يلا صالح شور. خلاص احنا جاهزين. ايه فين تعالوا بقى كده عشان يصوروا اللعيبه. تعمل نقط تعمل نقط. علا خلي بالك خلي بالك. نجيب طارق يلا عاشور يلا انا راجع سعيد عايز اه يلا يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم في حدث يعني انا شايفه مهم، هو اتوبيس النادي الاهلي. اطلقنا عليه ايجل 38 النسر، شعار النادي الاهلي. 38 ده عدد بطولات دوري للنادي الاهلي، يعني ان شاء الله كلها كام شهر، وغالبا الاتوبيس ده اسمه ايجل 39. كان اول خطوه عملناها في هذا الحدث هو انه جمهور النادي الاهلي يشارك في تصميم اتوبيس النادي الاهلي. مش بنحتفل بالاتوبيس، احنا مش محتاجين لمثل هذا الاحتفال، لكن احنا عايزين ناكد فكره مشاركه النادي الاهلي مع رعاته كفريق واحد، مشاركه النادي الاهلي مع جماهيره. جماهير النادي الاهلي اتعملت مسابقه علشان مين يحط تصميم افضل للاتوبيس، وكان في فائز في النهايه وضع اجمل او افضل تصميم لهذا الاتوبيس. وانا بستاذنكم قبل ما هنرفع الستار عن الاتوبيس ان احنا هنسلم هذا الفائز الاهلاوي جائزه خاصه جدا للتصميم اللي قدمه. جائزة من تيست فورس، وجائزة من جوعين، وفي النهاية جائزة من هواوي. يعني اللي دفع ثمن الاتوبيس واللي هيركب الاتوبيس ما خدوش الجوائز دي كلها، بس زي بعض يعني. دلوقتي اللحظة الأهم اللي هي تعني الإعلام وتعني جمهور النادي الأهلي، وهي لحظة كشف الستار عن أتوبيس النادي الأهلي إيجل 38 أو النسر 38 في حضور نجوم النادي الأهلي.
عم رمضان يا عم رمضان الله يبارك فيك. الله يبارك لك. يا عم رمضان سمع لك المكان. لا ما هو انا وانت دخلت كله هيخش اول جوه شريك هذه لا وش لا بعدين بس بعد طلع بعد كده لوحدين تصوروا لوحدين. تصوير بعدين بقى. لو سمحتي جميل جميل فيديو مش فيديو يا كابتن لو سمحت. ماشي على رسالة واتساب عندك فوتوغراف نادر نادر يا نجم صوري عم. تعالى يا باشا. صور. كابتن رامي. طلع يا باشا نغلب المصحف شغالين يلا يا امير.